جسمك راح يتحرم عن النار لو قلت جملة واحدة بس، جملة واحدة متخيل راح تحرم جسمك كامل على النار. وهذا طبعا مو كلامي أنا، هذا كلام أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأتمنى الكل يصلي على النبي بالتعليقات. تابعوني عشان لما تضيفني راح تستفيد كثير بالفيديوهات اللي أنا بنشرها. صلوا على النبي مثل ما قلت لكم بالتعليقات. خلينا ناخذ الحديث مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. يا جماعة هذه بس الكلمة، الجملة لا إله إلا الله، اذكرها دائما وانشر هذا الفيديو وخلي الناس تستفيد، لأنه الدال على الخير كفاية. لما أنت تدل شخص على حديث أو دعاء أو شيء ويعتق جسمه عن النار أو يحرم جسمه عن النار، راح أنت كمان تاخذ الأجر إن شاء الله. مثل ما قلت شيروا الفيديو واذكروا دائما، احكي لا اله الا الله دائما بكل مكان تحس حالك فاضي، بالشارع، اي مكان، اشارة، واقف، او انت بينك وبين نفسك، بدل ما تضيع تفكير تفكر يعني باشياء زائدة او تفكير زائد، دائما احكي لا اله الا الله. وهذا الحديث حطيته عندكم، احفظوه وتذكر: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. لازم تكون نيتك صافية أكيد، تبتغي وجه الله إلا حرم الله عليه النار. تذكروا، شير الفيديو وصلوا على النبي دائما. يعطيكم العافية.